تعرف تبيع لي القلم ده؟ Sell me this pen. It's a amazing pen. ده ممكن يكون اكتر سؤال رخم وعامل كوابيس لناس كتير قوي، وده سؤال كليشيه في اي انترفيو متعلق بالسيلز. تعالى بقى معايا اقول لك ازاي تبيع القلم ده وتبيع اي حاجه كمان في الدنيا. اتعود كده وانت بتبيع اي حاجه انك لازم قبل ما تبتدي تبيع انك تبتدي تشتري. يعني ايه؟ يعني لازم تسال كتير، تسال العميل عن بعض الحاجات، زي مثلا مجال شغله ايه، بيحتاج القلم قد ايه في يوم، او مثلا بيشتري لمين، لان كل حاجه في دول مختلفه عن التانيه، وكل واحده ممكن يبقى ليها بيعه غير التانيه خالص. وبكده ممكن تعرف اكتر عن الشخص اللي قدامك وتفهم تفكيره، تعرف دماغه بتفكر ازاي، وبكده هتقدر تحط ايدك على النيد بتاعه. زي مثلا ان الشخص ده ممكن يكون منصب عالي فبيحتاج القلم في الامضاءات بس، فحضرتك هنا هتتكلم عن قد ايه القلم شكله حلو وشكله فخم وهو على مكتب العميل، وقد ايه حبره ثابت وما بيبهتش فمش هيبهدل له ايديه وهو بيمضي اكتر من ورقه، وكمان حبره ثابت يعني هيطلع كل الامضاءات نفس الشكل، وانه خطه سريع وما بيقطعش فمش هيضيع وقته لان وقته غالي جدا. وفي الحاله دي انت كده عرفت ان ده احتياجه. طيب لو طلع مثلا موظف غلبان وبيستخدم القلم 90% من يومه وبيكتب تقارير بالساعات، فهنا الفخامه مش هتكون مهمه بالنسبه له. ممكن تتكلم عن قد ايه الحبر ممكن ما يكونش بينشف لو اتساب القلم شويه، او ان الحبر بتاعه ثابت وما بيخلص، فطبعا كده هيوفر فلوس كتير. وان قد ايه مسكته هتكون مريحه ومش هتتعبه اثناء الكتابه. طيب ممكن يكون بيشتريه لحد من اولاده، وهنا كل اللي فات ده تقريبا مش مهم، بس هنركز على حاجه واحده، وهي ان خطه بيكون واضح، فمش هيجيلي شكاوي تاني ان خط الولد وحش. وممكن هنا نتكلم عن السعر، ان سعره مش غالي نسبيا، فحتى لو في اهمال من الاطفال وضيعوه اقدر اجيب 1 و2 و3 من غير ما احس اني خسران. ببساطه كل واحد غير التاني، وكل واحد بتحركه دوافع في الشراء غير التاني. ودايما بقول ان البياع الشاطر زيه زي القناص، لان هي طلقه واحده كفايه انك تجيب الهدف بتاعك. وصدقني مش لازم تقول كل اللي عندك، اهم حاجه تركز على البين بتاع كل عميل، لانك لو عملت كده هتوفر وقت وهتبيع كتير. وصدقني العميل مش مهتم خالص ان منتجك فيه 1000 ميزه، وما تصدعش دماغه تقولهم له كلهم. كل اللي يهمه انا استفدت ايه. انا استفدت ايه؟ وحضرتك ببساطه عشان تجاوب له على سؤال زي ده هتعمل حاجه مشهوره جدا، وهي اهم قاعده في اي بيع، وهي ببساطه ان حضرتك هتحول كل الفيتشرز والادفانتجز اللي في المنتج بتاعك لبنفيتس، وتجاوب للعميل هو استفاد ايه، يعني تحولها له لمنافع مش مجرد كلام. يعني ما تبيعش الخامه، بيع العمر الافتراضي، لان العميل مش مهتم ان كان ده من اجود انواع البلاستيك او الحديد، هو كل اللي عايزه انه ما يكونش بيتكسر بسهوله او بيقشر مثلا. اتعلم ازاي تحول مميزات منتجك لمنافع يستفاد بيها العميل بتاعك، بس المهم انك تاخد كلامي ده تطبقه. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو فاتمنى انك تكون استفدت. لو عايز تدعمنا اتاكد انك عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديده باي فيديو بننزله. انا جاسم وليد، سلام.